عربية النهاردة عاملة بالظبط زي لما تقابل واحد تقول له أنا شفتك فين قبل كده. تحس كده إن أنت مش أول مرة تقابله، شفته كتير وعارف شكله وعارف طباعه. هو ده اللي بتعمله العربية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، تحديدا الهيونداي. بقالها كتير في السوق، قدرت تكون اكتر مبيعات في الفئة دي، وقدرت تكون بينها وبين السوق المصري ألفة غريبة. وده خليني اقول ان عربيات هيونداي دايما عندها الألفة دي من يوم ما نزلت السوق المصري. ارجع بالذاكرة كده معايا، 97 والهونداي الاكسل، يا ساتر على اللي عملته، ولا الاكسنت، ولا الالنترا لما نزلت، وكلام كتير 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 حصل كان موجود وعملته هيونداي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. التوسان قدرت انها تكون موجوده في الفئه دي بشكل غريب قوي، وزي ما قلت لحضراتكم كده في ألفة بينها وبينك، دايما حاسس انها بتقول لك انت مش عارفني، ده احنا عشره يا راجل. فقدرت انها تحقق مبيعات كبيره قوي، وقدرت انها معلومات كتيره فيها تكون واصله لكل الناس. بس النهارده هناخد فكره اكتر على الموتور ال 1600 توربو، اللي بجد حسيت بفرق كبير جدا بينه وبين الموتور ال 1600 اللي كان موجود قبل كده. تعالوا نبص على طول على شكل العربيه. اول حاجه مفتاح العربيه لطيف وشكله حلو جدا وانيق، وهيونداي شاطره في الحته دي قوي، بتطور من نفسها. وخليني اقول ان خلال فتره صغيره قوي ممكن نلاقي العربيه الجديده ظهرت، بدانا نشوف صورها وبدانا نشوف التخيلات بتاعتها، ومتوقع على السنه الجايه بالكتير تقريبا ممكن تكون موجوده. لكن قبل ما نودع العربيه اللطيفه الجميله دي نقول لها طيب اخبارك ايه، ونعرف كمان ايه اللي كان موجود بالموتور ده. لو بدأنا نتكلم عن العربية دي، في فئات كتير قوي، وهيونداي في مصر عملت في العربية دي مجموعة من الفئات بصراحة مش عارف أعدهم. لكن خليني أتكلم عن الموتور ال 1600 توربو، فيها كذا فئة موجودة. الفئة اللي احنا بنجربها النهاردة دي تعتبر الفئة الألطف فيها، عندنا فئة كمان فوقيها لكن اللي فيها معظم الحاجات الحلوه اللي موجوده. لو بدانا نبص على وش العربيه هنلاقي الداي لايتس اللي موجودين، سواء في الفانوس الامامي، كمان الجزء اللي موجود في الفوج لايت. لكن مشكلتي كانت في العربيه دي النور الاصفر اللي موجود، الهالوجين بتاع زمان. يعني كنت متوقع مع الداي لايتس اللي موجوده اللطيفه اللي قدام دي كان يبقى الفوانيس زينون او نورها ابيض او ال اي دي، اتوقع في الجيل الجديد. بعد كده عندنا الشبكه الكروم اللطيفه اللي موجود فيها جزء اسود كده بيدي حته انيقه. وش العربيه تحس ان هي مألوفه ومع عارفها، يعني اللي هو انا عارفك من زمان وواخد على شكلك، فمن اي وقت او من اي جهه تبص عليها انت عارف شكل العربيه دي. لو بدانا نبص على جنب العربيه، العربيه موجوده بجنط 19 تو تون لونين، 245 على 45، واحنا بنجرب هنحس بقى بالحته دي. مرايات الفولدنج فيها اشاره، الاوكر موجوده بالكروم، في حته سودة تحت كده من الحته اللطيفه، او خليني اقول في داير في العربيه كده مع الدوائر بتاعت الرفرف اسود، بيدي لمسه كده شكلها لطيف. والدخول والخروج عن طريق المفتاح موجود في جيبك، سمارت كي، وعندنا زرار اللي بنفتح منه وبنقفل منه العربيه في البابين اللي قدام بس مش ورا، بس زرار. يعني الدنيا تقدمت شويه، ما بقتش زرار، بقت بس بتلمس الاوكرا او بتشد الاوكرا، لكن لسه في التوسان زرار. ما عنديش مشكله برضو، من الحاجات اللطيفه، بس اتوقع ان في الاجيال اللي بعد كده مش هيبقى موجود زرار بالشكل ده. اما بقى ظهر العربيه، اما بقى لو جينا نبص على ظهر العربيه فهنلاقي ظهر العربيه من الحاجات اللي تميزه. وخلي بالك لو انت شايف عربيه قدامك توسان لقيت مكتوب عليها 1.6 تربو، اعرف العربيه دي بتجري،
175 حصان. وفي افيه كده بيحصل في العربيه دي اقول لكم عليه واحنا بنجرب جوه، بس اهم حاجه لو لقيت ده جنبها تي اعرف ان العربيه دي بتجري. ظهر عربيه ديفيوزر لطيف، عندنا الباركينج سنسورز، الكاميرا الخلفيه، العواكس اللطيفه، الفوانيس ال دي، ومساحه تخزين 488 لتر في شنطه العربيه. الفئه اللي اعلى من دي الشنطه فيها كهرباء، فيعني دي من الاوبشنز اللطيفه. فطبعا لما الشنطه كهرباء تقدر تفتح وتقفل الشنطه. ايه ده، استنى انا اكتشفت حاجه في العربيه دي. طب استنى ادوس هولد كده على الشنطه يمكن، بس هي مش كهرباء فاكيد مش هتفتح. يعني بدوس مكتوب هولد، فواضح ان عشان النسخه اللي فيها شنطه كهرباء تقدر تفتح وتقفل الشنطه من ريموت. اما في حاجه اكتشفتها دلوقتي وانا بتكلم معاكم، ان ممكن العربيه دي تدور. استنى ما نقفل كده الاول، ممكن تدور بالمفتاح. لسه شايف الاوبشن ده دلوقتي لما طلعت المفتاح وشفته. فدي من الاوبشنز اللطيفه في الفئه دي. الفئه دي اللي قبل الاخيره تقريبا، دي اللي قبل الاخيره. فتقدر ان انت تدور العربيه والتكييف يشتغل. التكييف كمان اشتغل، ففي الحر ده شيء لطيف قوي. نبطل العربيه، نفتح ونفتح الشنطه، بس لازم تكون العربيه معموله لوك عشان تقدر تدور العربيه. المساحه اللي جوه زي ما قلت لحضراتكم 488 لتر، مساحه تخزين لطيفه، الدخول والخروج منها لطيف. للارتفاعات عندنا ستبن موجود والكوريك، وعندنا الستاره اللي بتقفل على الشنطه لو عشان حاطط حاجات موجوده، واقدر ان انا كمان الم الكراسي وازود مساحه التخزين. تعالوا نتفرج جوه على العربيه، وخدنا جوله سريعه كده. وانا عارف ان انتوا شفتوا العربيه دي كتير، بس قلنا ايه نفتكر برضو، يعني انا عارفها، شكلك مألوف عليا. تعالوا نخش جوه. ايه ده، نبدا بالجزء اللي ورا. وانا قاعد كده ظابط نفسي على القعده بتاعتي. فليج روم لطيفه، الجزء التجويفه اللي في الكرسي ده كويسه قوي، انها حتى لو الكرسي راجع لورا ما تبقاش ضيقه عليا. هيد روم كويسه مساحتها، الدخول والخروج من الكنبه اللي ورا لطيف، فمش متضايق في القعده. عندنا نفق فتيس مش عالي قوي، فالقعده في النص مش هتبقى وحشه قوي، يعني كويسه. بس هي ركبي برضه هتبقى زنقه شويه، بس يعني مساحه لو اللي قاعد في النص حجمه مش كبير شويه هتبقى الطف. طيب خلينا نلم بقى الهيصه اللي انا عاملها دي ونشوف. عندنا مسند لطيف، 2 كاب هولدر، عندنا مكان تخزين ورا، فتحتين تكييف، عندنا شاحن موجود هنا اهو، USB مش ولاعه، فده في حد ذاته شيء لطيف، بس هي واحده بس، يعني USB واحد بس. البانوراما واصله لحد ورا فمدياني حته وسع كده كويسه. عندنا مكان تخزين كويس للزازه، وممكن كان كمان، ومكان تاني صغير. ايه بقى، عندنا بلاستيك هنا في الحته دي، ده جلد لطيف مش وحش. الانوار اللي ورا بالنور الابيض، وحزام الامان من الحته دي لطيف قوي، اللي هو في النص اللي هو موجود في السقف فوق. بس خلينا نبص كده في حاجه دي، فيها حته لطيفه. بعض العربيات بيبقى فيها زي مغناطيس عشان تلزق، عشان ما تقعدش تخبط. هنا في مجرى كده تروح بايته فيها اللسان، عشان ما يبقاش البتاع ده نازل عامل كده وعمال يخبط طول ما انت سايق. الانتريور الاحمر محسسني بكواليتي حلوه في العربيه دي، يعني محسسني ان الفئه كاتيجوري اعلى للعربيه من الكاتيجوري اللي موجوده فيها. بس ما عندناش حاجه تانية ورا، موضوع بسيط. ودايما بحس عربيات هيونداي بتتمتع بالسهل الممتنع. انا راجل راكب العربيه دي بدور على عربيه اقتصاديه ما بتعطلش، ما عنديش مشاكل، بدور وامشي على طول. ودي الجمله الشهيره لما بيجي اتكلم على هيونداي، واجي اقول دايما هيونداي عربيه دور وامشي وسلام عليكم. ما توجعش دماغك، دور بقى على حساسات مفيش هنا الكلام الكتير ده، ما عنديش مشاكل دي. اصل النور اللي في السلايزنج مش احنا بتوع الحاجات دي، احنا عايزين ندور ونمشي ونريح دماغنا، مش ناقصين وجع دماغ. هو دي مدرسه هيونداي، هم شاطرين في الحته دي، اقتصاديه عمليه، معادله سهله. تعالوا نطلع قدام.
لو بدأنا نتكلم على الجزء بقى اللي بنقضي فيه أكتر وقت، ولو نبدأ نتكلم على التصميم الداخلي، الجزء اللي أنا ببقى قاعد بقى بتفرج فيه على كل حاجة في العربية، لو بدأت أبص على التوسان هلاقي إن زي ما قلت لكم عايز إيه؟ عندك كل حاجة. مش أحسن حاجة، بسيطة، كل حاجة في مكانها، الشكل الطبيعي، مفيش بقى أنوار داخلية، مفيش مش عارف إيه، لكن كل شيء موجود في مكانه بالشكل الطبيعي. اتوقع في الشكل الجديد ان هيكون في اختلاف كبير في الانتيريور او التصميم الداخلي بتاع العربيه. خلينا نبص بصه سريعه. زي ما قلنا كده الجزء اللي فوق فيه جلد، هنا عندنا شويه بلاستيك. بعد كده التحكم في الزراير بتاعه الازاز والمرايات، مرايات فولدنج تقدر انها تقفل لوحدها. عندنا هنا مجموعه من الزراير بتعلي النور وبتوطي الفوانيس، كمان الاناره الداخليه. بعد كده الستيرنج مالتي فانكشن، نتحكم في كذا حاجه، سواء هنا بنتكلم في الكروز كنترول والحاجات دي كلها. هنا المود بتاع اللي شغال، سواء راديو او ميديا، فوليوم، تليفون، زرار الستارت اند ستوب انجن في الحته دي. خليني ادور واوريكم حاجه لطيفه قوي في العربيه دي. لما بتدور بيطلع كلمة سيستم تشيك، وبتظهر عربية توسان على الشاشة اللي في النص، لطيفة جدا. العدادات ما فيهاش أفكار كتيرة من الحاجات، أو بالنسبة لي نقط الضعف يعني، لكن متوقع في الشكل الجديد الموضوع هيكون مختلف. لما تيجي تبطل العربية دي بقى تعمل لك حاجة لطيفة. بص اسمعوا بقى الصوت ده، تحس إن ويندوز بتقفل، مش يعني تاراران يعني شوية برضو كده يعني. خلينا مدورين كده عشان نشوف شويه حاجات كمان. عندنا شاشه لطيفه تشتغل تاتش، عليها كل حاجه. عندنا زراير شورت كاتس لو انت مش عايز تستعمل الشاشه، راديو، ميديا، هنا الهوم. تقدر توصل العربيه بنظامين، سواء الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو. بعد كده عندنا المرايه دي اوتو دام، وبيظهر عليها عندنا بوصله هنا تقول لك اتجاه الشمال فين. الجزء ده بنتحكم في فتحه السقف، البانوراما قصدي، مش فتحه السقف، بنتحكم في بانوراما الستاره او نفتح السقف خالص. وعندنا هنا البتاع اللي بنحط فيه نضاره، ده من الحاجات اللطيفه. هنا نحط الرخصه، ده ايه، المرايه بالزرار. هنا النور مش بتفتح اوتوماتيك مع النور، وسقف اسود. انا بحب السقف الاسود قوي بقى. ليه؟ لان موضوع السقف الاسود ده عملي جدا بالنسبه لي. الجزء ده فتحات التكييف. عندنا الجزء اللي بنتحكم فيه في تكييف سواء الجنب اليمين او دول زون، يعني الجنب اليمين والجنب الشمال. ومن الحاجات اللي في العربيه دي عجبتني على التجربه، بتسقع سقوعيه ما شاء الله. فدايما تنزل عن الحراره، تنزل للبروده بتاعتها لحد 20 18. ودي من الحاجات اللي بتميز عربيات هيونداي طول عمرها على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. ننزل بقى في الجزء اللطيف ده. عندنا وايرلس تشارجر، ولطيف ومتعامل مع كل التليفونات. مش سريع قوي. هو باظ ولا يستنى؟ كان شغال والله. هو في وايرلس تشارجر، بس هو تقريبا التليفون انا قريت عليه تفضحناش بنصور يا استاذ. طب استنى، يمكن الكفر هو اللي عامل مشكله. مش الكفر اللي عامل مشكله. طب يمكن التليفون مهني، انا بديله العذر يعني. ممكن يبقى نعمل هعمل ريستارت بس بسرعه للتليفون، ريستارت العربيه وريستارت للتليفون، عشان نبقى برضو ايه، لعبنا كل الالعاب. مع انه ما هنكش والله خلال اليومين اللي فاتوا خالص، كان شغال زي الفل. هي اصلا بتبقى اقدام، واخد بالك، اقدام. بسم الله. طب ممكن تليفون، ادينا تليفون من اللي بيتشحن وايرلس كده، يمكن العيب في التليفون. مش العيب في التليفون. طب هو فيها وايرلس تشارجر بس تقريبا هنا باظ خلاص. فهنعمل ايه بقى في الحاله اللي زي دي؟ تامن نفسك بكابل. عندنا واحد يو اس بي لطيف قوي هنا، وانا جايب بقى ايه اللي هو الكابل بتاع المزدوج بتاع مازنجر، فاكره اللي هو فيه كل حاجه بقى، تايب سي وايفون، واللي هو بتاع زمان المايكرو، كل حاجه موجوده. لما بتوصل التليفون بالمنظر ده هيشحن ويشتغل على طول الابل كار بلاي. عندنا يو اس بي، عندنا وصله اي يو اكس، وعندنا ولاعه ومخرج 12 فولت. عندنا هنا مكان تخزين لطيف قوي. انا بقى بتفرق معاه اماكن تخزين معينه، يعني ايه، ساعات كتير بتبقى في عربيات مش عارف تحط التليفون فين، او يبقى مكان التليفون لو الشاحن ده مش عايز استعمله، بس هو المفروض انه يكون شغال.
انا عمال برضو بحاول كل شويه، مفيش. انت فضحتنا خالص على فكره، شكلنا بايخ بس ماشي. فعندنا مكان هنا تخزين مفاتيح، 2 كوبايه لطيف، عندنا فرامل يد كهرباء، وشويه حاجات هنا بقى لطيفه قوي. عندنا الكاميرا ال 360 درجه، عندنا الدرايف مود وبنختار 3 انظمه نقدر نسوق منها، هنجرب واحنا سايقين، والاوتو هولد والباركينج سنسورز او الصوت بتاع الباركينج سنسورز. وعندنا مكان تخزين لطيف هنا كمان، لطيف يعني حاطط فيه كم حاجات كويسه. عندنا كمان مكان تخزين هنا، وفي فتحه تبريد لما بتشغل التكييف بتكون موجوده. عندنا خياطه لطيفه موجوده في الجزء اللي قدامك ده مع الجلد لطيف، وده برضو جلد مش وحش، هو ده بس بلاستيك. تزييق مش موجود خالص كتير منه. عندنا حته هنا كده فيها بيانو بلاك، تدي حته منظر كده لطيفه اللي بتبين احزمه الامان وزرار الانتظار. مش هطلع اسوق غير لما البتاع ده يشتغل. تعال نطلع نجرب نسوق يمكن يشتغل، يلا بينا. كنت هتجنن ان البتاع ده مش شغال لحد ما ربنا كرمنا. قبل ما اطلع رحت قافل الباب. بصوا بقى، الباب مفتوح اهو دلوقتي، برضه في صوت كده خطير جميل، كل ده ما عنديش مشكله فيه. اقفل بقى الباب. بص تليفون اشتغل يا ولد، عيب يا ولد. برضه الكوريين عندهم حته كده، مش هيشتغل الوايرلس طول ما البيبان مفتوحه. ايه وجهه النظر مش عارف، لكن ربك كريم عشان يجبر بخاطرنا واحنا طالعين ما بقاش متضايق ومتعكنن، لان انا كنت عمال اقول الله ما هو شغال زي الفل، بس عشان كنا فاتحين الباب ده. بص تفتح الباب فاصل، تقفل الباب توماتيكي توماتيكي، هوب 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 كده تمام. نطلع نجرب واحنا مبسوطين. اتفضل. خليني ابدا كده كلامي على التجربه اللي مع العربيه دي خلال الكام يوم اللي فات. كان الموتور اللي موجود قبل كده موتور 4 سلندر 1600 سي سي، بيخرج حوالي 130 حصان عند 6300 لفه في الدقيقه، وحوالي 161 نيوتن متر عند 4850 لفه في الدقيقه. كانت العربيه موجود فيها الموتور اللي هو مش التربو ال 1600 العادي، ناقل حركه اوتوماتيك، فتيس اوتوماتيك 6 سرعات، تقليدي جدا ما فيهوش اي مشكله، متناغم مع الموتور. بيتسرع الموتور تقريبا من 0 ل 100 في 12.1 12.2 ثانيه، وبتقدر توصل العربيه لتوب سبيد حوالي 170 كيلو. لو بتدور على الاقتصاديه والعمليه والراحه وعدم وجع الدماغ والكلام ده كله، يبقى انت رايح للموتور ده وما تطلبش منه اي حاجه تانية. العربيه كانت بالنسبه لي في التجربه في الوقت ده بالموتور ده من وجهه نظري انا، وخليني برضه اقول لحضراتكم خلفيه حضرتك في تجربه العربيه جايه من ايه، بناء عليه بتقول الموتور ده كويس ولا لا. في الفتره اللي جربنا فيها العربيه التوسان بالموتور ال 1600 العادي مش التوربو، كان يعني موتور لطيف، لكن العربيه تقيله شويه، نقلات العربيه بطيئه شويه. لكن لو حد مش فارق معاه ده وبيدور على الاقتصاديه واستهلاك البنزين والعمليه ودور وامشي وما توجعش دماغي في اي حاجه، يبقى الموتور ده لطيف. نيجي بقى للموتور اللي احنا بنجربه النهارده، 4 سلندر 1600 سي سي توربو، بس بيخرج كام حصان؟ بيخرج 175 حصان عند 5500 لفه في الدقيقه، وبيطلع تورك حوالي 265 نيوتن متر عند كام بقى؟ ما بين 1500 لفه ل 4500 لفه في الدقيقه. في تسلا العربيه دول كلاتش 7 سرعات، بينه وبين الموتور ده تناغم وتآلف كبير جدا، فلدرجه ان هو ما بيحسسكش بالنقلات بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت والفتيس ده لسه في بدايه اليوم كده الصبح بدري، ما تحسش ان الفتيس فيه العضه اللي موجوده في بعض الفتايس السبع سرعات الدول كلاتش الثانيه اللي موجوده، على الرغم ان الفتيس ده دراي مش ويت. فيعتبر التناغم اللي ما بين الفتيس ده والموتور حاجه لطيفه جدا. يعني عندك لاج بسيطه قوي في الطلعه في الاول،
لكن انطلاقه العربيه دي بالنسبه لي مفاجاه. العربيه دي بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في حوالي 9.2 9.5 ثانيه، وتقدر توصل لتوب سبيد 210 كيلو متر. العربيه تسام بالموتور ال 1600 توربو، فيها حاجه كده فكرتني بالعربيات زمان. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك زمان واحنا صغيرين كنت تحب قوي تبقى راكب عربيه مانيوال وتحط اولاني وترفع دبرياج وتامرك مره واحده وحط التاني نتشه لطيفه. صغيرين بقى، فالواحد مع العمر كان مفتقد الحته دي. خلينا نعمل حته خنفس كده من بتوع زمان. لو جينا وقفنا بالعربيه دي ووقفنا كده واحنا حولنا العربيه على الدرايف مود على السبورت، ومش هقول لك هات مانيوال ولا اي حاجه، وداس فرامل وهوب، جامده جدا. يعني بلغه الشباب الخنفس اللي زي حالاتي اسمها بتأمرك، فتلاقي العربيه وهي طالعه. ده في حد ذاته ترك العربيه جامد، ترجمه ده، والانجن حلو على العربيه، على حجم العربيه دي. فدي بصراحه بالنسبه لي فكرتني بحته كده صغيره من بتوع زمان. نخش على عفشه العربيه. عفشه العربيه تميل الى الراحه بشكل كبير جدا. ما بحسش بالدبدبه قوي، على الرغم برضو ان في جنط 19. البادي رول بتاع العربيه مش عالي قوي، متوسط. على السرعات العاليه العربيه متماسكه بشكل كويس قوي. جات لي اسئله بقى كتير جدا على الانستجرام لما بدات اقول بكره هبدا تصوير العربيه التوسان، وبدات ناس كتير لما نقف هقرا لكم شويه اسئله على الاسئله دي، وكانت معظمها على الفرامل. تجربه الفرامل في الامرجنسي بريك فجاه مش وحشه، متوسطه كويسه. على الاستخدام الطبيعي كويسه، ما فيهاش مشكله. كان بعض الناس بتقول حست ان فيها مشكله، لا انا حاسس ان العربيه بتفرمل كويس، ما عنديش فيها ازمه. توجيه العربيه مش وحش، كويس. فالعربيه عامله المعادله الحلوه اللي هي ايه، انا واخد عليها في ألفة بيني وبينها زي ما قلت لكم في الاول كده. هل سواقه العربيه ممتعه لو انت بتدور على الاداء الرياضي والاحساس والتماسك والملفات؟ لا، دي مش بتاعت العربيه دي خالص بصراحه. يعني دي مش بتاعت الحته دي بتاعت الجزء اللي احنا قلناه، الاقتصاديه ولا عمليه. الاداء الرياضي يبقى انت هتروح لعربيه تانية خالص. انظمه السواقه لو اتكلمت على الكومفورت لطيف جدا. الايكو يعني مش حاسس بفرق كبير قوي، بس بحس ان في الايكو العربيه هديت قوي. لكن وانا سايق وفجاه عايز العربيه تفوق وتجري بيني شويه، فلما بدوس على السبورت بحس ان العربيه لا بتقول لي اهو بصوا قامت. في طبعا صوت ال 120 الخطير. هيونداي مشهوره طول عمرها بحته التين تين دي. كانت زمان في العربيات الاكسل والاكسل ما بتسكتش من 120 لحد ما تخلص معاك، فما بتسيبكش. لكن دلوقتي كانت توصل ل 120 وبعدين لما توصل ل 125 130 بيسكت الصوت ده. بس اوبشن مهم قوي، مش محتاجين نجري احنا، يعني السرعه اللطيفه. بس اكتر حاجه عجباني ان لما بدوس بلاقي فيه استجابه، بلاقي فيه لسه في الموتور طاقه، في باور لسه في الموتور انه يقدر يقوم العربيه ويزقها ويخليها بتتحرك. هاندلنج العربيه يعني مش متضايق منه. زي ما قلت لكم انا عايز ايه من الموتور ده مع العربيه دي مع الحجم ده؟ لا، محقق لي المعادله المطلوبه اللي هروح اشتري عربيه زي دي عشان اتحكم فيها. ايه الفكره بالنسبه لي كتامر بقى؟ لو تساله انت بتحب انهي موتور، هقول لك انا حبيت الموتور ال 1600 تربو، لان انا احب لما ادوس تحت رجلي في الدواسه الاقي عربيه بتمشي بتقول. خلينا نرجع بس للايه كومفورت تاني، يعني تبقى فيها استجابه، فيها ده بدوس بتتحرك، غير لما بدوس اخد بقى وقت شويه ولحد ما العربيه تمشي وتقوم معايا. طيب خلينا نقول او نخش على الجزء بتاع الامان. العربيه فيها 6 اير باجز، ويمكن عندي حته كده صغيره ما كانتش عجباني، ان الفئات اللي موجوده بالمحرك ال 1600 مش التوربو ما فيهاش 6 اير باجز، فيها 4 اير باجز و2 اير باجز. فده يعني كان المفروض وسائل الامان من وجهه نظري المفروض تتوحد في كل الفئات. نبدا بقى نغير الاوبشن بقى، بانوراما، كراسي جلد، كراسي مش عارف ايه، ده المشكله. لكن الامان، وده اللي بطلبه من اي شركه خلال الفتره اللي جايه، ان لما اجيب عربيه وسائل الامان لازم تبقى كلها موجوده. في الفئه اللي احنا بنجرب فيها 6 اير باجز، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي،
هيل اسيست. عندنا بقى زرار لطيف هنا، ده اللي اسمه هيل هولد ديسند. ده بيعمل ايه؟ حضرتك نازل منزل، مش هنغير، هتشغل الزرار ده تدوس عليه كده فيبدا يعرف ان انت نازل على منزل لطيف اهو زي ما احنا عاملين، بس احنا مش على منزل. ايه فكرته؟ انك مش محتاج تدوس فرامل، هو بيتحكم في السرعه بتاعتك والفرامل في العربيه انه يحافظ على نزولها. طبعا الهيل اسيست، حضرتك وانت طالع مطلع، طالع من مول، طالع من مكان، لو شلت رجلك من على الفرامل العربيه مش هترجع لورا، والعكس برضو موجود. الكاميرا 360 درجه، ودي من الحاجات اللطيفه اللي موجوده في العربيه دي. الورنينج او التحذير من النقط العمياء سواء يمين او شمال موجودين، مع وورنينج كمان، ولو مدي اشاره وفي حد موجود في الجنب ده تبدا اللمبه الصفراء اللي في المرايه تنور. عندنا تاير بريشر مونيتور، او اللي بيطلع لنا قرايه الضغط الهواء بتاع الاطارات. لو قلبنا كده تلاقيه ظاهر على الشاشه اللي قدامنا. دي حاجه اوبشن عجبني قوي، انه بيظهر عندي درجه حراره الفتيس. دي حلوه، يعني الناس اللي بتحب العربيات قوي واللي بتحب التفاصيل فده اوبشن لطيف بالنسبه له. الافريج بتاع الاستهلاك البنزين يمكن هنا على دوستي طبعا، بما ان احنا بنجرب وعاملين ندوس ونفرمل، في حوالي 10.5 لتر لل 100 كيلو. نبدا نتكلم على العزل، وبرده كانت علامه بالنسبه لي مفاجاه. كنت متوقع عكس ده على السرعات العاليه وعلى السرعات البطيئه. السرعات البطيئه او السرعات القليله وسط البلد وانت ماشي في الشوارع الداخليه، صوت العفشه مع صوت المحرك، صوت الهواء اللي من بره، لا مش مزعجه خالص. على الرغم ان في عربيات معاها في نفس الفئه دي بتنافس معاها فيها العزل اقل منها شويه وفي اعلى، بس يعني دي تعتبر في الحته الحلوه اكتر من المتوسطه بشويه. الساوند سيستم اللي موجود في العربيه كان بالنسبه لي برضو حاجه مفاجاه. هو مش ساوند سيستم، مش بتاع شركه معينه، لكن صوته حلو، مديني كواليتي صوت حلو، سراوند لطيف، بيز لطيف للناس اللي بتحب البيز والتريبل، صوتهم حلو في العربيه، واضحين كويسين جدا. تجربه ان انا انقل الفتيس مانيوال مع الكومفورت حتى، اداؤه كويس، لاج ثانيتين وبيرجع يفوق عادي خالص، يروح هوب واخد اللي هو حاسب يلا، يروح طاير على طول ومكمل. موتور مظبوط على حجم العربيه قوي، يعني مش موتور ضعيف على العربيه، بالعكس موتور قوي على العربيه مقارنه بالموتور ال 1600 مش التربو بصراحه. يعني اطلع تالت، ندوس هنا، في يعني في لسه في باور يقدر تدوس وتقدر لسرعات عاليه تلاقي العربيه ماشيه. على السرعات العاليه كنت خايف ان الهاندلنج يكون مش احسن حاجه، لا لكن لقيته لطيف. وانا من الناس اللي ما احبش ان حضراتكم تجروا يعني نجيب سرعات عاليه، يعني خلينا بالسرعات بتاعه الطريق افضل. يعني خليني نقف كده على جنب ونجاوب على مجموعه من الاسئله اللي حضراتكم بعتوها لي على الانستجرام، خصوصا انه احنا بجرب قبل ما هجرب العربيه دي قلت احنا بكره هنصور التوسان، فبعتوا لي اسئله، فجات لي اسئله كتيره. تعالوا ناخد السؤال ده الاول. نبدا. انا جبت العربيه دي مرتين، 2018 ده اشرف 2018 تربو و19 تربو، الاثنين دول كلاتش، عند 20,000 كيلو. كان في لاج غير طبيعي في الطلعه. يعني انا بقول لك ان في لاج في الطلعه اوريدي موجوده ثانيتين ثلاثه. في كيمو باعت بيقول لي تامر في مشكله من الكلاتش انه بيبوظ بسرعه. خليني اقول ان الدول كلاتش قطعه غيار، فبرضه انت بتاخد اداء، فالاداء ده بعديه لازم يكون في تغيير. لكن لما رجعت على الجروبس بتاعت توسان لقيت ان لحد 50 و60 الف كيلو، ويمكن الناس لحد ال 100 الف كيلو ما غيرش الكلاتش في اي حاجه، فما حصلوش مشكله، فيعتبر شيء كويس. في اسئله كتير قوي يا جماعه، بس انا بحاول اخد مجموعه من الاسئله السريعه كده. في الفرامل اخبارها ايه؟ الفرامل بالنسبه لي ده نور بعد بيقول لي الفرامل اخبارها ايه. الفرامل بالنسبه لي انا شايف على التجربه سواء في السرعات العاليه ما حسيتش ان العربيه بطيئه،
او مش مستجيبه مع الفرامل، في بطء ان العربيه تفرمل، لا بتفرمل وبتقف بشكل كويس وسط البلد كمان، حتى مع الحراره او الفرمله الجامده، لا الفرمله مش وحشه. في حد بيقول لي انا كنت مستني تجربه العربيه دي، حبيبي ان شاء الله التجربه تكون عجباك. الراحه، انا شايف ان العربيه دي تعتبر من العربيات المريحه، مش عربيه مش مريحه خالص. يعني دي مجموعه من الاسئله، هحاول بصراحه واحنا بنجرب عربيات بعد كده يبقى عندي مجمع الاسئله كتير قوي، هجمعهم واكتبهم. بس قلنا نجرب المره دي كده قبل ما انزل اصور العربيه، تبعتوا لي شويه اسئله واحاول اجاوب واحنا موجودين. وطول فتره التجربه بنكون على الانستجرام ستوريز وبنطلع لايف، نحس التجارب اخبارها ايه واداء العربيه طول فتره التجارب. خلصنا تجربة العربية الهيونداي توسان. لو التجربة عجبت حضراتكم هتلاقوا الفيديو موجود على اليوتيوب، فلو سمحت اعملوا لنا شير، واقول بقى الكلام بتاع اليوتيوب، واعملوا لنا سبسكرايب وشغل الجرس. لو تتفرج على الفيسبوك فاعمل لنا شير، لو تتفرج طبعا على البرنامج فاهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا، وهتلاقي التجربة موجودة على السوشيال ميديا. اشوفكم عربية جديدة وتجربة جديدة، السلام عليكم.